ايه اكتر حاجة بتخاف منها في المحيط؟ هتقولي القرش؟ هقولك لأ. الخوف الحقيقي انك تبص لسطح هادي وتعرف ان تحتك عالم لوحده، عالم لو دخلته ممكن يقتلك في ثواني. وخليك معايا للآخر، لأن رقم واحد بس هيخليك تعيد حساباتك. تحت، في الأعماق اللي الشمس ما بتوصلهاش واللي بتشكل أغلب المحيط أصلاً، الضغط بيكسر العظم والبرد بيشل الحركة. شوف مثلاً الأيزوبود العملاق عايش في القاع وبيتعامل مع الفريسة كأنها مخزن أكل ممكن ياكل فيها بالراحة أيام طويلة. وفي نفس السواد ده قرش العفريت، ده فكه بيطلع لقدام فجأة كأنه سلاح، حركة خاطفة تخطف الفريسة قبل ما تلحق تهرب. وعندك سمكة أبو فانوس بتعلق لمبة قدام وشها، نور صغير بريء بس هو طعم. أول ما الضحية تقرب الموضوع بيخلص. واللي بيكمل الصورة المرعبة سمكة السحلية، أسنان زي الإبر وعيون غامقة وما بتستناش كتير، أي حاجة بتتحرك تتاخد. بس اسمع بقى الرقم اللي قلتلك عليه، احنا شفنا بعيننا من قاع المحيط العميق أقل من 0.001%. يعني اللي انت سمعته ده مش كل حاجة، ده تقريبا ولا حاجة. وحتى الخرائط الحديثة لقاع المحيط لسه نسبة كبيرة منها مش متغطية بالكامل. وفي 2025 كان المتوثق بمعايير حديثة حوالي 27.3%. احنا شفنا بعيننا من قاع المحيط العميق نسبة ضئيلة جدا. يعني اللي انت سمعته ده مش كل حاجة، ده مجرد البداية، والباقي ضلمة، مجهول، وممكن يكون أخطر بكتير من أي حاجة اتصورت لحد دلوقتي. فالمرة الجاية اللي تبص فيها على البحر افتكر، احنا مش المفترس الرئيسي تحت، احنا مجرد متطفلين.